بهذا الصدد أنا أصدرت تعليماتي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أن المواد الغذائية اللي موجود فيها لها رفع ولا فلس ولمدة عام. إذا بنحكي عن الرز والسكر والطحين، وبنحكي على الطحينة، وبنحكي على الزيت، وبنحكي على السمنة، وبنحكي على المعلبات الرئيسية والبقوليات والبرغل إلى آخره، وإحنا جايين من رحم هالوطن بنعرف. يعني مثلا أنا بالنسبة لي مهم إنه ما يرتفعش على السردين ولا على البولبيف. بولبيف ولا على الطون، لأنه أنا بعرف شو يعني طون وبعرف شو يعني سردين. ف80% ولا بيض المائدة ولا اللبن ولا أدوية الأطفال ولا الأدوية بمجملها ولا بمدخلاتها ولا بمستلزمات الأطفال وأكل الأطفال ولا الألعاب ولا مستلزمات المدارس. يعني نحن بناء على توجيهات جلالة الملك 7 مرات وإحنا نراجع بالقوائم حتى ما نصيب الطبقة المتوسطة والطبقة الدخل المتدني. يعيش الحكومة! أنا مبسوط من الحكومة أوي، الحمد لله. الحمد لله، والأسعار رخيصة أوي أوي أوي. الحمد لله، الأسعار رخيصة. الحمد لله. والرغيف كبير والمواصلات فاضية والشقق كتيرة، وكل شوية تقولوا لنا فكوا الحزام فكوا الحزام. يعيش الحكومة!